ايه والله الحمد لله على السلامة، طولت الغيبة علينا. الله يسلمك يا رب. الغربة بشعة، كل واحد بحاله. قلنا لك سافر على بلد عربي أحسن لك، بس أنت بدك أمريكا. يلا صار يلي صار ورجعنا لحبايبنا. ريتك تسلميلي. بعدين كيف أمورك بأمريكا وبناء المستقبل والشغل؟ بنيته للمستقبل؟ خلينا من البناء والإدهان وخبرني شلون الحارة، كيف الجيران؟ جارنا اللحام فتح مصنع لحوم معلبة. أوف والله مصاري. شو كمان؟ وجارنا الخباز اشترى مصنع اللحوم المعلبة تبع اللحام وفتح مطعم كبير صفيحة وفطاير. يخزي العين يخزي العين، ما حدا سافر لبرا. من وين كل هالمصاري؟ وجارنا العبد تبع الفلافل اشترى مصنع اللحوم المعلبة والمطعم الكبير وفتح جروب كامل لحوم وفلافل. اسم الجروب تبعه جروب أكسيد الكربون. هاي كل الجيران عبت مصاري إلا أنا الوحيد اللي سافرت. وأنت شو آخر تطوراتك؟ شو اشتريت؟ شو بعت؟ خلص أنا رجعت للبلد وقررت إني أفتح مشروعي الخاص. يعني ما بتنصحني اطلع على امريكا؟ لا خليك هون بلا حكي فاضي. هاي انا سافرت على امريكا ورجعت، ما معي الوتكة. لكن شو المشروع يلي بدك تفتحه هون؟ انت دارس مكتبات ومعلومات. بنفتح بسطة اقلام رصاص ودفاتر تبع المية ومنبيع. الله لا يبطرز لك، بعد كل هالغربة بالاخير بدك تفتح بسطة؟ عادي. انا سمعت انه صوت جهاد حلو، صحيح الحكي؟ والمعنى واذا صوتي حلو؟ انت بتغني على البسطة لتجيب الزباين، وانا المحاسب والمدير تبعك. شلون؟ بعد كل هالسنين بالغربة والله لا عيشكم بالنعيم، والله لا تعيشوا بالمالديف. هيك رح نصير؟